السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ شيوات زينب مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بقولة ولا الخبيزة اللي كتجي لذيذة بالطريقة المغربية. اول حاجة عندي الخبيزة اللي غسلتها مزيان وخليتها تسقطر وغادي نقطعها. كيف ما يمكن لكم انكم تطحنوها في الهاشوار، انا فضلت نقطعها باليد وغادي نستمر نقطعها حتى نكمل الكمية كاملة ونوضعها في كسكاس على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. ومن بعد ما كملت الكمية كاملة غادي ناخد حامضة وغادي نقطعها دوائر على هاد الشكل ونحيد ليها دوك العظيمات ديالها ونضيفها من الفوق كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي مباشرة بعد ما وضعنا الحامض غادي نوضعوها تفور فوق النار. وكيف ما كتلاحظوا معايا ها هي الخبيزة طلعت فيها التصفويرة، وغادي نحيد الكسكاس من فوق النار باش نحيد دوك الدوائر ديال الحامض على هاد الشكل. غادي نجيب واحد الطبسيل وغادي نبدا نحيدهم صافي. وغادي نشد ديك الخبيزه وغادي نقلبها في واحد الطنجره ديال الضغط وغادي نزيد عليها واحد جوج حبات صغار ديال الطماطم ونضيف الربيع. وبالنسبه للعطريه صراحه انا ما كنضيفش العطريه كامله في الخبيزه لانه كيمشيو منها الفوائد ديالها وحتى المذاق كيمشي منها. عندي لهنايا 5 ديال الفصوص ديال الثوم، 3 غادي نوضعهم صينين وجوج غادي نفرمهم على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. ممكن لكم تزيدوا الثومه على حسب الرغبه ديالكم. وحتى الملح، بالنسبه للملح ما كنضيفاش انا في الخبيزه، كنكتفي غير بحامضه مصيره كيف ما كتلاحظوا معايا. كنقطعها مزيان على هذا الشكل وكنوضعها صافي. وكنضيف راس معلقه ديال الحار والابزار والكمون. هاد ثلاثه المكونات هما اللي كنضيف التوابل بالنسبه للخبيزه صافي. وكنضيف الزيت البلديه، بالنسبه للزيت البلديه ضروري في الخبيزه باش تجي معنا زوينه صافي. ونضعها فوق النار ونحرك جيدا. وبالنسبه للماء ما كنوضعوش نهائيا في الخبيزه باش ما كيمشوش من هذوك الفوائد ديالها صافي. ونغطيها ونخليها تقلى تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بما دخلوا داك التوابل اللي ضفت مع بعضهم. وبعد ما تجمرات مزيان ودخلوا داك التوابل في بعضهم اللي ضفت غادي نضيف الزيتون. يمكن لكم تضيفوا اي زيتون متوفر عندكم في البيت، انا هنايا ضفت الزيتون الاحمر صافي. وغادي نحرك جيدا داك الزيتون اللي ضفت مع الخبيزه. ومن بعد ما طفيت عليها النار الخبيزه كتجي على شكل كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ واحد الطبسيل اللي غادي نسربي فيه الخبيزه ديالي وغادي نبدا نوضعها فيه كيف ما كتلاحظوا معايا. يمكن لكم تسربوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما، الصراحه كتجي قمه في الروعه. وهاد الطريقه كتبقى الخبيزه بالفوائد ديالها لانها ما فيهاش الماء ولا كثره العطريه. هذه هي الطريقه ديال الخبيزه الصحيحه. وكنتمنى من الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم. وهذه هي النهايه ديال الفيديو. ما تنسوش تشجعوني باللايك باش نزيد نعطيكم المزيد من الفيديوهات ان شاء الله. واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها باش يتوصل بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.